السلام عليكم في قناة آنر. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. بالنسبه للفيديو ديال اليوم كما كتلاحظوا غادي نديروا واحد الكراتان بطريقه سهله، مكونات بسيطه، وكذلك غادي نرافقهم بهاد القطيبات ديال اللدن حتى هما اللي غادي ندير لهم واحد التتبيله خاصه. وبالنسبه للطياب ديالهم كما كتلاحظوا غادي نطيبوهم غير في المقلاة. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر. من طبيعه الحال الا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، من التعليق ديالكم اللي كتفرحني، وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وحبابكم تعم الفائده. ندوز دابا للطريقه والمقادير في نفس الوقت. حاجه غادي نبداو بها هي الكراتان. انا هنا استعملت هذه المقله، هذه يمكن لكم تستعملوا حتى مرميط صغيره او قميله صغيره. هنا غادي نستف فيها البطاطا اللي قطعتها رونديل على هذا الشكل هذا، اللي قطعتها دوائر كما كتلاحظوا. غادي نضيف عليها تقريبا نص معلقه صغيره ديال الملحه. غادي نضيف عليها الابزار. بالنسبه للبطاطا انا نستعمل جوج بطاطات كبار، ولكن نتوما تستعملوا البطاطا على حسب عدد الافراد. عندي هنا واحد الكاس ديال العنبه كبير ديال الحليب، وغادي نكهو بالكوزه. غنحك فيه شويه ديال الكوزه. بالنسبه للناس اللي ما بغاوهاش يمكن لهم يستعملوا الثوم، يحكوا الثومه وينسموا بها صافي. وغادي نغطيوها، يعني هنا انا نغطيوها غير النص، وغادي نديروها فوق النار حتى نحسب البطاطا ديالنا طابت. هنا من بعد ما طابت البطاطا كما كتلاحظوا صافي كنجيب واحد المول اللي غادي ندخلو الفران، وغادي نوضع فيه هاد البطاطا هادي على هاد الشكل كما كتلاحظوا. هنا من بعد ما حطيتها في المول اللي غادي يدخل الفران، هنا غادي نجيب واحد الاناء وغادي نوضع فيه الحليب اللي بقى لينا في المقلاة كما كتلاحظوا. غادي نضيف عليه 3 ديال البيضات، غنخلطهم مزيان، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. ما غاديش نكثروا حيت البطاطا كنا درنا ليها الملحه. وغادي نضيفوه فوق البطاطا اللي درنا في المول في الاول. غادي نحكو عليهم الفرماج الاحمر، واللي عنده الموتزاريلا يمكن ليه كذلك يضيف شويه ديال الموتزاريلا، اولا يمكن لينا نستغناو على الفرماج، يعني كتجي بلا فرماج كتجي رائعه. صافي وكندخلها للفرن اللي سخناه من قبل. كنخليو الفوق والتحت شاعلين، كنديروا على درجه 100 حتى 120 درجه، وكنخليو الكراتان ديالنا يطيب وتحمر الفرماج من الفوق. ندوز دابا الوصفه الثانيه اللي غادي نرافقها مع هذا الكراتان هذا.
هنا في واحد الصحن غادي نوضع الصدر ديال الديك الرومي اللي قطعته على هذا الشكل هذا. كذلك يمكن لينا نستعملوا الصدر ديال الدجاج، كذلك كيجي زوين بهذه التتبيله. من طبيعه الحال اللي غسلته مزيان بشويه ديال الحامض والملحه وخليته حتى نشف تماما من الماء. هنا غادي نوضع تقريبا ربع معلقه ديال التحميره. بالنسبه للمقادير على حسب كل واحد والكميه اللي غادي يدير. هنا غادي نضيف الملح وغادي نضيف كذلك الابزار وغادي نزيد عليهم شويه ديال الحرقوم البلدي. وهنا بالنسبه لهذا الخليط هذا عندي هنا قزبر والثومه اللي طحنتهم مزيان وضفت ليهم الزيت ودرتهم في واحد القرعه اللي كانت معقمه وكنستعملهم. نشارك معكم هذه الوصفه فيديو قادم ان شاء الله. هنا كنعصر عليهم واحد النص ديال الحامضه وكنخلطهم هكا غير بيديه وكنخلي باش هذا الصدر يتشرب لنا هاد الخليطه مزيان. هنا غادي نضيف شويه ديال لا موطارد. كما كنعرفوا ان لا موطارد كيجي رائع مع الصدر ديال لادند او الصدر ديال الدجاج، كيعطيه واحد المذاق رائع. وغادي نخلطو مزيان. هنا غادي نديرهم في هاد القطيبات ديال الخشب كما كتلاحظوا اولا ديال العود، وغادي نخليهم في الثلاجه تقريبا واحد ساعتين حتى تخلينا العطريه اولا التتبيله في هاد الصدر. من بعد ما خليتهم القطبان ديالنا ارتاحوا، هنا في واحد المقلاة ديال الخبز كما كتلاحظوا اللي كنطيبوا فيها البطبوط ديالنا اولا المسمن، كندير عليها الورق ديال الزبده وكندهنها بشويه ديال الزيت وكنخليها تسخن وكنوضع فيها القطيبات ديالنا على هذا الشكل هذا. صراحه كيجيو كيتشواو رائعين، يعني كيجيو زوينين، كيجيو فتيين بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهذه الطريقه هذه يمكن لينا نشوي فيها اي حاجه، يعني كالكفته ولا ديال الحوت او اي حاجه بينا نديروها فوق الفخر، وكتبقى الطريقه هي البديل الرائع. صافي كنطيبهم على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا من بعد كنحسوا بهم طابو كنقلبوهم على الشكل هذا. هنا انا وضعت شويه ديال البصله وكذلك غنضيف عليه شويه ديال المطيشه باش تبنى لينا بهذا المرق ديال الديك كما كتلاحظوا ديال القطبان ديالنا. صافي وكنخليهم حتى يطيبوا كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. وهذه الطريقه كنتمنى انكم تجربوها. بالنسبه للقطبان ديالنا كيجيو على هذا الشكل. بالنسبه لهاد لاصوص اللي رافقت معاهم، بالنسبه للبصله اللي كنت طيبت في المقله اللي طيبت فيهم لادان، وزدت عليها مطيشه وزدت عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. بالنسبه للكراتان ديالنا كما كتلاحظوا كذلك كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي بنين. كنتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه هذه، يعني ما كنحتاجوش اننا نديرو لا كريمه. كما كتلاحظوا كيجي الفرماج دايب فوق الكراتان، وكذلك كما قلت في الاول الناس اللي ما بغاوش يستعملوا الفرماج راه كيجي جد رائع بدون فرماج. كما كتلاحظوا هنا انا كذلك درت معهم السلطه ماروكان او السلطه المغربيه اللي فيها غير مطيشه وشويه ديال البصله شويه ديال الملح والابزار، وعصرت عليهم شويه ديال الحامض وزيت الزيتون. كنتمنى هاد الافكار ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم اللي كتفرحني، التعليق ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم باش تعم الفائده. وشكرا لكم على المشاهده.